السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده بقى وصفة سهلة جدا، مش محتاجة بقى مكونات ولا طريقة ولا محتاجة فرن ولا نار ولا ان انت تسيبيها تبرد في التلاجة ولا اي حاجة. هي دقيقتين بتحطي ده على ده على ده وتاكلي على طول. احلى حاجة حلوة واسهل واسرع حاجة حلوة. لو عندك بقى بواقي كيك كده تعالي معانا نعمل الوصفة دي. صلي على الرسول وابدأي معايا. هتجيبي بقى اي كوبايات او كاسات هتحطي فيها بواقي الكيك بتاعك، كيك شوكولاته او كيك فانيلا عادي اي حاجه. ممكن ان انت تفرميه في الكبه يبقى عامل زي البودر كده، وممكن تسيبيه قطع مفيش اي مشكله. ممكن بقى تسقي الكيك عندك بحليب مثلا عليه سكر، او ممكن تسقيه بسيرب عسل خفيف قوي، او باي عصير، او نسيبه كده عادي مفيش اي مشكله. تاني طبقة دي بقى ممكن تكون مثلا مهلبية، او ممكن تبقى كريم شانتيه. مثلا لو كنت عاملة تورتة او كيكة ومتبقي شوية كريم شانتيه تقدري ان انت تحطيهم. انا هنا سقيت الكيك بتاعنا بعد ما حطيت عليه الكريمة عشان الكريمة تاخد من نفس الطعم. بعصير مانجا، عصير مانجا خفيف كده. ماشي. وبعد كده بحط طبقة تانية من الكيك، او نستكفي بالطبقتين دول بس. وبعد اما حطيت الطبقة التانية من الكيك حطيت برضو فوقيها تاني طبقة من الكريم شانتيه. وبعد كده حطيت فوقيهم مانجا مقطعة مكعبات. دي انا كنت مفرزاها. لو عندك طازة برضو تنفع. ينفع ان انت تحط اي فاكهة عادي مفيش اي مشكلة. وبرضو بتبقى حلوة جدا مع الموز. ممكن كمان نحط فراولة. ممكن تحط اي فاكهة موجودة. ممكن نستبدل الكيك اصلا ببسكوت. وبرضو تضربيه كده في الكبة تخليه ناعم خالص، او تكسريه وتحطيه مكان طبقة الكيك دي. ممكن تستبدلي الكريمة ديت بمهلبية. مهلبية شوكولاتة او مهلبية فانيلا برضو عادي، حسب اللي انت بتحبيه وحسب المتوفر عندك. ممكن كمان تستبدليها بزبادي وتسكري الزبادي بعسل او بسكر او باي حاجة تحليها بس. تمام. هسيب لكم لينك كيك الفانيلا او الحليب في صندوق الوصفة او في الكومنتات. ما تنسوش بقى لايك ومتابعة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد، والف شكر ليكم.